عمرك فكرت ان كل لحظة وكل موقف وكل شخص بتقابله ممكن يكون درس جديد بيضاف لرصيدك؟ كل واحد فينا جواه بطل بيواجه تحديات، بيقع ويقوم اقوى من الاول. لو حسيت انك ضعيف او بتواجه صعوبة في مهارة معينة، فدي مش نهاية العالم، دي بداية رحلة اكتشاف قوة جديدة جواك، واعظم فرصة للتعلم والتطور. النهاردة مش هنتكلم عن الكتب والدورات، مش هنتكلم عن الحلول الجاهزة. النهاردة هنفتح عينينا على مهارة مهمة جدا، مش موجودة بس في الكتب والمحاضرات، لكنها مستخبية في كل تفصيلة حوالينا. أنا دكتور محمد عثمان، ومعاكم في ميتنج جديد عن مهارة التعلم المستمر. خلونا نبدأ بأول وهم: التعلم بينتهي بانتهاء الدراسة، وده غير صحيح تماما. التعلم مش مجرد تلقي معلومات، التعلم المستمر هو عملية واعية ومنتظمة لاكتساب معارف ومهارات جديدة وتحديث القديمة. أنا درست 11 سنة تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي، وبعد الكلية درست كمان 13 سنة ولسه بتعلم لغاية دلوقتي. وهو ده أساس النجاح، إنك تفضل تتعلم وتطور من نفسك. علشان كده التعلم مش مجرد مرحلة عمرية وبتخلص، دي رحلة مستمرة مدى الحياة. لازم نتفق إن فكرة إن التعلم بيقف لما بتخلص كلية أو مدرسة دي أكبر كذبة. التعلم يا جماعة هو مهارة أساسية في عالمنا اللي بيتغير بسرعة جدا. إحنا بنواجه عالم مختلف، فلازم نكون مختلفين ومتطورين وأسرع منه. كل دقيقة بيتم إنتاج كم هائل من البيانات والمعلومات الجديدة، وللأسف المناهج التعليمية التقليدية لوحدها مش كفاية. إحنا بقينا في ثورة تكنولوجية مستمرة، وكل يوم بتظهر تقنيات جديدة زي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وكتير من المهام الروتينية بتستبدل بالآلات وبالبرمجيات. وده معناه إن البشر لازم يركزوا على المهارات اللي الآلة مش هتقدر تعملها، زي الإبداع والتفكير النقدي والذكاء العاطفي. التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية بتحصل بسرعة جدا، وظائف كتير بتختفي وغيرها بيتطور، وبتظهر وظائف جديدة ما كانتش موجودة، وده عايز مهارات مختلفة. الشركات دلوقتي بتدور عن موظفين بمهارات مختلفة ومتعددة. الشهادة لوحدها مش كفاية، المنافسة ما بقتش محلية، انت بتنافس مواهب من جميع أنحاء العالم. العالم أصبح قرية صغيرة يا صديقي. أنا مش شاطر كفاية، امسح الفكرة دي من دماغك، انت تقدر تعمل أي حاجة لو قررت. تخيل نفسك بعد 5 سنين، ايه المهارات اللي عايز تكون عرفتها؟ ايه المعرفة اللي عايز تكون اكتسبتها؟ لما ترسم الصورة دي بوضوح هتبدأ تشوف الخطوات اللي محتاج تاخدها من دلوقتي. لو التعلم مغامرة، ايه اللي هيوجهنا في الرحلة دي؟ اللي هيوجهك هو شغفك وفضولك. اسأل نفسك سؤال بسيط: ايه اكتر حاجة بتشدني؟ ايه الموضوع اللي ممكن اقضي فيه ساعات وانا بتعلم من غير ما احس بملل؟ الإجابة على السؤال ده هي بداية الطريق. ولما تلاقي شغفك، ارسم لنفسك خريطة لرحلة تعلمك. الموضوع اسهل مما تتخيل. خلي هدفك واضح، بدل ما تقول عايز ابقى مصمم جرافيك، قول عايز اتعلم اساسيات برنامج الفوتوشوب واعمل 5 تصاميم. خلي هدفك محدد وقابل للقياس. قسم هدفك حتت صغيره، الهدف الكبير ممكن يخضك، قسمه لخطوات صغيره تقدر تحققها واحده ورا الثانيه. مثلا الاسبوع ده هتعلم اول 3 ادوات في الفوتوشوب وابدا. حياتنا اليوميه مليانه دروس مستخبيه، لو ركزنا هنشوفها. التعلم مش بس في المناهج، التعلم في الشارع، في القهوه، في النادي، في النقاش مع اصحابك وزمايلك، وحتى في صمتك وانت بتراقب اللي حواليك. التعلم مش بس معلومات، التعلم جزء كبير منه مهارات نفسيه وذهنيه، ودي بقى ادواتك السريه اللي لازم تعرفها. وهنا بيجي دور عقلية النمو. السؤال هنا: بتؤمن ان قدراتك ثابتة ومش هتتغير، ولا شايف انك تقدر تطور اي حاجة بالمجهود والممارسة؟ اصحاب عقلية النمو بيشوفوا الفشل فرصة ذهبية للتعلم، مش نهاية العالم. كل غلطة بتعملها هي درس مجاني بيدفعك خطوة لقدام علشان توصل لأحسن نسخة منك. لازم نبني جوانا حاجة اسمها المرونة الذهنية، دي القدرة اللي بتخليك تقوم بعد أي فشل وتحوله لقوة تدفعك لقدام. فكر في قصص العظماء اللي فشلوا عشرات المرات قبل ما يوصلوا لنجاحاتهم الكبيرة. هم ما كانوش بيخافوا من الفشل، بالعكس كانوا بيستفيدوا منه. علشان تفضل متعلم دائم، محتاج تبني لنفسك درع نفسي يحميك ويخليك تستمر مهما كانت التحديات. بدل ما تقول انا فشلت، قول دي كانت تجربة علمتني 1 2 3. ما تخافش تجرب حاجة جديدة وتغلط فيها. اوقات كتير بنبقى محبطين او زهقانين من حاجة بنتعلمها، المهم تتعلم ازاي تدير مشاعرك، تاخد بريك، غير مكانك، او كلم حد ايجابي. مشاعر السلبية ممكن تكون اكبر عدو للتعلم. اي موقف صعب او مؤلم عاطفيا او جسديا ممكن يكون مصدر لدرس ما يتنسيش ويخليك اقوى. الاعتراف بانك مش عارف حاجة معينة او ضعيف في مجال معين اول خطوة للتعلم. عارف ليه؟ عشان العالم مش عارف كل حاجة لكنه مستعد يتعلم، والجاهل عارف كل حاجة ومش عايز يتعلم. احنا نعمل ايه بقى؟ ابني عقلية المستكشف اللي بيحب يدخل اماكن محدش دخلها قبله. ده بيخليك دايما مستعد تتعلم من المجهول وتكتشف فرص جديدة. اختار شخص في حياتك، صديق، قريب،
زميل، بتحس انه بيتعلم وبيتطور باستمرار. حاول تتكلم معاه وتفهم ايه الدافع اللي عنده وازاي بيتعلم من تجاربه. هتتفاجئ بالدروس اللي ممكن تاخدها منه. واهم حاجة الفضول هو شعلة التعلم. خليك دايما بتسأل ليه او ازاي. خصص وقت كل اسبوع تتعلم حاجة جديدة تماما خارج نطاق اهتماماتك المعتادة. رحلة التعلم طويلة، احتفل باي خطوة صغيرة بتحققها، باي معلومة جديدة بتكتشفها، باي تحدي صغير بتتخطاه. ده بيشحن طاقتك وبيخليك متحمس تكمل. لما تكون بتكلم حد، بدل ما تفكر في ردك ركز 100% على اللي بيقوله. حاول تفهم وجهة نظره. مش كل حاجة بتتقال بصراحة. اتعلم ازاي تقرا لغة الجسد، التعبيرات، نبرة الصوت. ده يخليك تفهم المواقف وتتعلم دروس خفية من التفاعلات. لمدة 10 دقايق النهاردة حاول انك ما تتكلمش، راقب واسمع بعمق، لاحظ اللي بيحصل حواليك. ابدأ بخطوات صغيرة، 10 دقايق قراية كل يوم، 5 دقايق استماع لبودكاست تعليمي. بناء العادة أهم من الكمية في البداية. هتكتشف إن المعرفة متعة بحد ذاتها. مش لازم تفهم كل حاجة من أول مرة. تعلم رحلة. خلي عندك استعداد إنك تكون مش فاهم دلوقتي، لكن هتفهم بعدين بالممارسة والاستمرار. اختار مهارة واحدة بسيطة عايز تتعلمها. مثلا اتعلم 5 كلمات أسباني جديدة أو تمرين رياضي جديد. خصص لها 10 دقايق يوميا لمدة أسبوع وشوف الفرق. حاول تكون مراقب جيد. لاحظ تصرفات الناس، طريقة كلامهم، ردود أفعالهم. ايه اللي تقدر تتعلمه من نجاحاتهم وفشلهم. اتعلم من اخطاء الاخرين وتجنبها قبل ما تقع فيها بنفسك. ومش لازم انت اللي تفشل. عمرك حاولت تعلم حد حاجه حتى لو كانت بسيطه زي وصفه اكل او طريقه لعبه فيديو؟ لما بتشرح المعلومه بتثبت في دماغك بشكل مش عادي. ده اسمه تاثير الشرح. جربه مع اي حاجه بتتعلمها، هتلاقي نفسك بتفهم احسن. خليك فضولي وما تخافش من طرح الاسئله ولا تخاف من المواجهه. خليك منفتح على الافكار الجديده. لما تواجه مشكله سميها تحدي وفكر في ايجاد حلول بدل ما تركز على حجم المشكله. اطلب من الناس تقييم ادائك وازاي تحسنه. افهم ردود افعالك وراقب نفسك كويس، علشان هي دي الخطوه الاولى نحو التغيير. لازم يكون عندك القدره على تغيير طريقه تفكيرك ورؤيه الامور من زوايا مختلفه، والتخلي عن الافكار القديمه وتطويرها. خليك ايجابي ومتفائل دايما، وخصص فترات زمنيه محدده تفصل فيها تماما عن جميع الاجهزه الرقميه والتكنولوجيا الحديثه. تعلم مهاره جديده ومختلفه وخلي عندك ميزه تنافسيه. اتطوع في مشاريع وفي بيئات عمل مختلفه عن طبيعتك، وما تقللش من قدره اي حد حواليك على تعليمك حاجه جديده. صاحبك، زميلك، كل واحد فينا عنده دروس وخبرات مختلفة ممكن نستفيد منها. غير نظرتك للتغيير من كونه تهديد إلى كونه فرصة للنمو. في شغلك حاول تبدل الأدوار أو المهام مع زميلك في الشغل ليوم واحد بموافقة الإدارة طبعا. يعني لو أنت شغال في المبيعات قضي اليوم مع بتوع خدمة العملاء. لو أنت محاسب حاول تفهم بتوع التسويق بيعملوا إيه. التعلم المكثف ممكن يستنزف طاقتك. خصص وقت للراحة، للهوايات، للطبيعة، للعلاقات الاجتماعية. العقل السليم في الجسم السليم وفي الروح المرتاح. سافر لأماكن جديدة خصوصا اللي بتختلف ثقافيا عنك. ده بيجبرك على التعلم والتكيف مع ظروف غير مألوفة وطرق حياة جديدة. بيوسع آفاقك وبيعلمك حل المشكلات في بيئة غير مريحة، ويعزز الثقة بالنفس والمرونة. اتعلم مهارة جديدة أو جرب أكلة مختلفة ما جربتهاش قبل كده، أو خد طريق ما دخلتش فيه قبل كده. اكسر روتينك، خلي عقلك يشتغل بطريقة مش متعود عليها، واخرج بره الكومفورت زون بتاعتك. خلينا نشوف أدوات التعلم المستمر. التعلم المستمر مش محصور بس في قاعات الدراسة أو الشاشات. موجود طبعا في الكليات وفي المعاهد والأماكن المتخصصة، بس موجود في وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات المتخصصة. انضم لمجموعات دراسية ومنتديات أونلاين. دور على مصادر مختلفة، بلاش تكتفي بالكتب بس. استغل قوة الإنترنت عن طريق مجموعات لينكد إن أو حتى جروبات الفيسبوك المتخصصة. دور على ناس ناجحة في المجال اللي بتحبه أو مهتم بيه، وما تتكسفش تطلب نصيحتهم أو تتعلم من خبرتهم. صدقني معظم الناس مستعدة تساعد ويكونوا مرشدين ليك لو حسوا إنك أنت عايز تتعلم بجد. الدورات على الإنترنت والمنصات زي كورسيرا وإيدكس ويودمي ويودستي وأليسون وسكيل شير وداتا كامب ولينكد إن ليرنينج بيقدموا آلاف الدورات. ممكن تتعلم البرمجة أو التسويق الرقمي أو التصميم ولغات وحاجات كتير جدا. الشهادات المتخصصة زي شهادات جوجل ومايكروسوفت وأدوبي، الشهادات دي بتثبت إتقانك لمهارة معينة وهي معترف بيها في سوق العمل. ورش العمل والندوات وغالبا بتكون أقصر وأكتر تركيز على مهارات عملية محددة. خصص وقت للقراية اليومية للكتب والمقالات المتخصصة. استغل أوقات التنقل بممارسة الرياضة أو أوقات الفراغ واسمع بودكاست تعليمي يضيف لك معرفة جديدة في مجالك أو في جوانب الحياة المختلفة. مقاطع الفيديو التعليمية على اليوتيوب وعلى تيد توكس. افتكروا دايما ان التعلم المستمر مش مجرد مهارة، ده اسلوب حياة بيضمن لك النمو والازدهار في اي زمان ومكان. رحلة التعلم ملهاش نهاية، دي مغامرة مليانة اكتشافات وامكانيات غير محدودة، ومش هتمشيها لوحدك. حواليك في كل مكان في ناس ممكن يساعدوك. كل واحد فينا قصة ماشية على الارض، وكل يوم هو فرصة للتعلم، لتطوير ذاتك والبناء نسخة افضل منك. القوة دي جواك، كل اللي محتاجه انك تكتشفها وتستغلها. خليك فضولي، خليك مرن، وخلي عينيك وقلبك مفتوحين لكل الدروس اللي حواليك، وخليك مستعد انك تتعلم من كل حد وفي كل لحظة. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج.